الثاني. الأمم المتحدة اليوم ظل هذا الفشل أو ما يشبه الإفلاس الحقوقي والأخلاقي. ألا يمكن أن نقول بأنه هذه التغيرات وهذه التحولات الكبرى والخطيرة والتي تمس القوانين والقيم والدول وما رأينا من أحداث وويلات كبيرة جدا وربما أكيد لم تشهدها الإنسانية من الحرب العالمية الثانية. ألا يمكن قول بأن الأمم المتحدة تعلن أو تكاد تعلن إفلاسها اليوم؟ شكرا. بالتأكيد هذه الندوة كانت من الأهمية بمكان، لأنها درست أوضاع المجتمع الدولي الحالية ومستقبل حقوق الإنسان في ظل هذا المجتمع الدولي الذي أصبح يتميز بكثير من التقلبات، سواء فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان كمبادئ أو باستطباقها على الصعيد الواقعي. نحن نلاحظ أن هذه التحولات ارتبطت من جهة بتوازن القوى، ارتبطت بظهور تحديات جديدة ربما أهمها الذكاء الاصطناعي وما أصبح يفرزه من مساس بخصوصية الأفراد والجماعات، ومن تأثير ربما أحيانا سلبي على هذه المنظومة من المبادئ التي كرست من خلال عدة وثائق عالمية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما يتعلق بالعهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو كذلك الاقتصادية والاجتماعية. أملنا هو أن مثل هذه اللقاءات ستساهم في المستقبل في توطيد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمكين المجتمعات الداخلية والدولية من أن تمارس نشاطاتها في ظل تمتع كل الأطراف بالحقوق، سواء للإنسان كإنسان أو للجماعات في إطار دول تتعايش في سلام واستقرار بعيدا عن النزاعات والحروب التي أصبحت تهدد الإنسانية جمعاء. عبد الرحمن الشرقاوي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط. يندرج هذا اللقاء العلمي الذي نظمته هيئة المحامين بالرباط برواق المعرض الدولي للكتاب في إطار الندوات الموضوعاتية التي يقوم بها السيد النقيب وهيئة المحامين بالرباط من أجل التواصل مع مختلف الفاعلين والباحثين وأيضا عموم المواطنين في مجالات تهم الشأن العام. وأعتقد على أن موضوع اليوم كان موضوع دقيق جدا وموضوع متميز، وهو التحولات العالمية وحقوق الإنسان. وقد استضافت نقابة هيئة المحامين الدكتورين الجليلين الأستاذ الدكتور
حسن بوقنطار والدكتور تاج الدين الحسيني، حيث توقف عند مجموعة من النقط ومجموعة من يعني التغيرات التي عرفها العالم في العقود الأخيرة، والتي أثرت تأثيرا بالغا على حقوق الإنسان خاصة في بعض مناطق العالم. أيضا توقف عند مخاطر الذكاء الاصطناعي وعند المخاطر التي تثيرها تصاعد الأنظمة يعني الشعبوية والأنظمة الشعبية والأنظمة الشاملة في مقابل تراجع الأنظمة الديمقراطية وتراجع مفاهيم حقوق الإنسان. ولعل أهم ما وقف عنده الدكتورين الجليلين هو أن هناك خشية وهناك إجماع من أن يكون هناك تغيير في مفاهيم حقوق الإنسان وفي ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، بما يمكن أن يؤثر على المبادئ التي أسسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948. شكرا.